اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا يا لهلوبة، يلا يا شطورة، قومي كده وتشطري وابدأي بحاجات التنظيفات. تنظيفات العيد بجد والله احنا عاداتنا وتقاليدنا غريبة جدا. طبعا التنظيفات يعني انا بنظف كل يوم حاجة، ما بيبعدنيش عن الصلاة ابدا ولا قراءة القرآن. الحمد لله ربي يديمها عليا نعمة يا رب. زي ما فضيت معاكم النيش هبدأ ارصه. انا كده نضفته من فوق ومن تحت وعدلته كمان، كان جاي عندي كده بزاوية. عدلته، قلت تغيير. وبدأت رصيت اول رف كده. حطيت السنين كده بالشكل ده كده وبالرصة الجميلة دي. بصوا شايفين شكلها حلو جدا. وقلت بقى تغيير، كنت الاول كنت حاطه اللي هي الكريستالات والحاجات اللي هي الازاز كله من فوق، فقلت اغير اطلع كده الصيني كده من فوق واغير كشكل يعني. ونضفت كده وهعمل ابدا ارص الرف التاني. حطيت هنا بقى الكريستال كله، الازاز كله المطعم بالجلد بالشكل ده كده. ورصيته بنفس المنظر ده. بصوا شايفين، يا رب تاخدوا مني كده افكار. وتوضبوا كده النيش وتعملوا فيه رصات حلوة وجميلة. ويا ريت تبعتولي كده في التعليقات كل واحدة مثلا بترص النيش بتاعها بشكل ايه، ممكن انا اخد منكم افكار كمان. بالشكل ده كده. والله زي ما بقول لكم من الفيديو اللي فات، انا ببدأ من اول يوم رمضان لغاية اخر يوم رمضان، كل يوم بعمل حاجة في الشقة، لان انا طبعا بفطر بره. فبلحق نفسي كده يعني حاجة اعملها بالليل. بس اول يوم طبعا جيت فاصلة خالص، ما قدرتش اللي انا ارص النيش فوق. صبحت تاني يوم رحت عملته بالشكل ده كده، وهكمل برضو معاكم بقية النيش. وطبعا يعني بصوا انا فرش الكوفرت اهي على السجاده، وكنت بقى صفيته كده وخلصته ورصيته وكل حاجه. تعالوا كده اما فتحته بصوا انا فوق بقى لقيت كله صيني، فقلت اطعمه ايه بطقم الكاسات الحلو دوت. انا بحبه جدا الطقم كريستال. الكاسات اللي هو المطعم كده بصوا شايفين، بصوا لما قربت الكاميرا شكله حلو جدا. والزخرفه بتاعته من بره شكلها حلو جدا، فقلت اكسر اللون اللي هو الصيني. وهنا بالشكل ده كده برضو. بصوا الرف التاني كله كريستال كده من الذهب، والمطعم بالجلد بالشكل ده كده. بصوا ما تخافوش، الكاس ده كده انا مثبتاه على الكوبايتين. مدي منظر حلو جدا، ما تخافوش ما بيقعش ولا حاجه. وهنا حطيت اللي هو الطقم الاركوبال السعودي. بصوا حلو جدا. وطعمته برضو بطقم كاسات كده برضو عشان اكسر اللون، بطقم كاسات ملون. وتحت حطيت بقى طبعا بقية الصيني وبقية الحاجة كلها، ورصيته برضو بالشكل ده كده. وحابة قوي المفارش اللي هي الهندي دي، شكلها حلو جدا. يعني فكرت ان انا اجيب مثلا مفارش ان انا اغير وكده، ما لقيتش احسن من الشكل ده. الاشكال التانية كلها ما مش عارفة، مفيش حاجة حسيتها زي ده بصراحة. كده خلصت النيش. اول حاجة بعملها في شهر رمضان في تنظيفات العيد النيش. يلا باي باي مع السلامة، واشوفك بقى السنة الجاية ان شاء الله وانا بنضفك. هبدأ انضف طبعا الغرفة تنظيف عادي، عشان بعد كده بقى طبعا هبدأ اشيل الفرش واشيل السجادة ونغسلها ونشيل الستاير ونلمعها ونلمع الخشب بتاعها وكل حاجة. ونيجي بقى على الفرش في الاخر، في اخر اسبوع بإذن الله. ربنا يعيدوا علينا الايام بخير كلها يا رب. بصوا شايفين، كان الاول جايب زاوية، حتى في اول فيديو اول ما صورته عدلته ونضفت من وراه. شلت الكوفيرتا بقى وعدلت الترابيزة، وهبدأ بقى خلاص كده بقى شديتها كده كلها بالمكنسة كده، عشان اسيب الاوضه نظيفه لغايه اما اجي بقى ادخلها تاني ان شاء الله. عشان اجهزها. هنا بقى كان تاني يوم عند حماتي، كنت خلصت الاكل. ان شاء الله الفيديو ده هينزل لكم بتاع الاكل اللي عملته بعد ده ان شاء الله. فعملت الكنافه. عندي هنا كنافه، حطيت عليها كوباية من العسل الشربات وكوباية من السمنة، على مقدار نص كيلو كنافة اعمل بيها صينية. تمام، يبقى كوباية من الزبدة او السمنة ونص كوباية من عسل الشربات اللي انا عاملاه اصلا، اللي انا هسقي بيه الكنافة بالشكل ده كده. بصوا
حسيت ان السمنة قليلة، رحت كملت بيها، وحطيت بقى طبعا في الصينية بالشكل ده كده. وهبدأ بقى ايه اشرب الكنافة من قلب السمنة او المادة الدهنية اللي انت بتستعمليها، بس كنافة يعني سمنة بلدي. هبدأ بقى احط اول طبقة واضغط، اضغطي على قد ما تقدري. طب ليه نضغطها ليه يا بنات؟ ها، عشان احنا لو ما ضغطناش عليها هتبقى هشة وتبقى مفككة من بعضها، فاحنا لازم كده نضغط عليها عشان تبقى متماسكة كده وتطلع كده ايه قطعة ماسكة نفسيها يعني. ملكوش دعوة بالمصطلحات اللي انا بقولها. ركزوا في اللي انا بعمله. بصوا، بضغط طبعا، تضغطي بايديكي كويس جدا، او مثلا بطبق او بصينية بتفضلي تضغطي عليها كويس جدا. عندي هنا بندق لقيته سليم، قلت لا اقطعه كده احسن عشان تبقى مفروضة معايا في صينية الكنافة بالشكل ده كده. رمضان يعني كنافة، رمضان يعني الحاجة الحلوة بعد الفطار. آه، رمضان حلو وجميل وكل حاجة، بس بيبقى فيه كده لحظات كده، بيبقى فيه ناس مفقودين معانا وفي حياتنا بتبقى صعبة علينا، بس كله بيعدي. بس ربنا يصبرنا ويصبر كل واحد مبتلي على فقيده، سواء كان أخوه أبوه أمه، حد عزيز عليه، ربنا يرحمنا يرحمنا ويرحمهم ويجمعنا بيهم على خير يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين. بدأت ان انا كده احط بقى المكسرات، اي مكسرات موجودة معاكي، جوز الهند، سوداني، زبيب، اي مكسرات، اي نوع من المكسرات. بس انا بحب، او بصوا العيال واقفة حواليا عايزين ياكلوا المكسرات، هات يا طنط رباب حبة، هات يا طنط رباب حبة. بصوا، شايفين ايديهم الجميلة الصغننة الحلوة دي. وهبدأ بعد كده طبعا بعد ما حطيت المكسرات هضغط، احط الطبقة اللي فوق بقيت نص كمية الكنافة بالشكل ده كده، وهبدأ اضغط عليها. حطيتها كده، سرحتوا في ايه؟ صلوا على رسول الله. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب بكل الخير والبركة والرزق وراحة البال والصحة، دي اهم حاجة. بالشكل ده كده، بصوا بضغط ازاي بكل قوتي. بصوا تفضلوا تضغطوا عليها كده، وهوريها لكم بقى بعد ما تطلع من الفرن عامله ازاي. بتشغلي الفرن طبعا على درجة حرارة 180 او 200، وتحطيها على الرف في النص. بتاخد معاكي حوالي تلت ساعة لو السخن، لو الفرن احنا مسخنينه قبلها، يعني لو الفرن سخن بالشكل ده كده. الله اكبر العظيم، مش محمد رسول الله. بصوا شايفين طالعه عامله ازاي متماسكه زي ما انا قلت لكم. ودي كنت كنافه بالبلح كنت انا عاملاها، حلوة جدا جدا جدا، كانت عاملة زي الملبسية كده في بقك. بصوا، دي كنافة مصوابع. كل سنة وانتم طيبين.